ناس كتيرة جدا بيشتكوا ان الطيور بتاعتهم عندها انتفاخ وعندها غازات، والطيور ما بتاكلش والطيور مهمدة. طيب ما الانتفاخ ده يا جماعة هو اللي بيعمل كده في الطير. احنا بعد الشر لما بيكون عندنا انتفاخ او غازات في معدتنا او عندنا امساك، الحاجات دي كلها بتتعبنا وتخلينا ما نعرفش ناكل، وكمان بتسد نفسنا عن اي حاجة خالص، وتلاقي الانسان عامل زي المخنوق بعد الشر. عايزة اقول لك طب ما هو الطير نفس القصة، بيحس نفس الاحساس لما يكون معدته منفوخة وفيها هواء او عنده غازات مضايقاه او عنده امساك او عنده اسهال. كل الحاجات ديت بتتعب الطير وبتحسسه ان هو مخنوق مش قادر ياكل. مهما تحط اكل، لو حطيت احسن علف في الدنيا اللي كل الطيور بتحبه برضه مش هياكله. عارفين ليه؟ لان هو حاسس بخنقه، حاسس ان في حاجه مضايقاه. طب احنا نفك الضيقه دي ازاي يا بنتي يا بطاطا؟ عايزه اقول لك على حاجه بسيطه زي دي. ده فحم. الفحم ده احنا بنجيبه من عند العطارين من اي مكان. ده انت لو قلت بتاع القهوه اديني حتتين فحم من اللي انت بتجيبه، بس انا بشتريه عموما من عند العطار بيبيعوا الفحم ده. بتجيبيه وتطحنيه، اطحنيه بايه بقى؟ اي حاجه دقيه، ان شاء الله جبت طوبه حتى زلطه، دقيه واطحنيه وحطيه قدام الطيور بتاعتك. عمر في حياتك ما هتلاقي عندهم اي حاجه. الفحم من الحاجات اللي بتمنع الغازات وبتضيع الانتفاخ وبتضيع الامساك وبتريح معده الطير، لان معدته مخنوقه فيها ميكروب عايزه تنضف. وعايزه اقول لك على حاجه، لازم تدي حاجات ملينه باستمرار علشان خاطر الطير ما تتكونش دهون ولا ديدان في معدته. هقول لك الديدان بتيجي ازاي؟ بتيجي من تراكم الاكل، بتعمل تعفن وبتعمل بكتيريا وبتعمل ديدان. مهما تحطي اكل الطيور مش هيبان عليها، لان الديدان بتاكل معاها ولا ايه؟ يا ربنا يا رب يزود رزقكم ويسعدكم ويسعد ايامكم جميعا.